بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من الطب في الدراما المصرية. النهاردة هنشوف حلقة، يعني الحلقة الأخيرة من مسلسل العندليب. بيورينا مشهد وفاة عبد الحليم حافظ. هو طبعا معروف إن عبد الحليم حافظ مات كان عنده تليف كبد ومات بدوالي مريء، يعني كان عنده بالهرسيا وأدت تليف في الكبد. احنا نقف في الحتة دي. المفروض إن ده كيس الدم، كيس البول، يعني ده المفروض نجيبه هنا كده. ده المفروض ان ده كيس جمع البول، فجايب لك كيس جمع البول احمر. فهو احمر ليه؟ هو المفروض نزيف الدم بيبقى من فوق من المريء يعني. فايه اللي خلى الدم بقى احمر؟ يعني إيه البول بقى احمر؟ His condition is deteriorated and he may bleed at any time. بيقول له حالته ده سيئه وممكن What ينزف about في a اي French وقت. drug? Okay, proceed. طبعا هو بيتكلم عن الادويه اللي هي بتاعه اللي بتوقف النزيف بتاع الجلطه بتاع الدوالي. طبعا هو يعني هو مديك هنا يعني تصور انه الدواء ده هو بس العلاج الوحيد اللي كان متاح يعني لايقاف النزيف. طبعا كان في طبعا من زمان موضوع حقن الدوالي والكلام ده، لكن طبعا ما كانش بالتطور الموجود دلوقتي. لكن طبعا كان في علاجات كتيره لايقاف او منع النزيف. طبعا من ضمنها ان انا بقلل الضغط شويه، بعمل يعني في ادويه كتير ممكن توقف النزيف. لكن هو هنشوف بعد شويه ايه اللي هيحصل لما يحصل النزيف بقى. هو كده ان هم كده كلهم خايفين من ان عبد الحليم ينزف. بيقول حاسس بطعم الدم في بقي. دي صح، ممكن يعني ممكن فعلا قبل النزيف على طول ممكن يحس ان في طعم غريب في بقه او طعم دم في بقه. ممكن. بص كده. اولا في غلطه اخراج هنا ان هو قلع ال الاوفر هيد اللي هنا، وبعد كده لما دخل تاني كان لابسه. فيعني دي عديها، مش مشكله، مش حاجه طبيه يعني. فجاه كده الاجهزه كلها اتدمرت. طبعا ده شغل دراما يعني. بص بقى، قلبه وقف. وبص بقى الصوره هنا. هو كل اللي منزلهم نقطتين دم. معلش، هو لو كان عض لسانه كان نزل دم اكتر من كده. اولا الدم اللي بينزل من نزيف الدوالي بيبقى يعني كوبايات ميه، يعني كوبايات دم مليانه. بيبقى رقم ينسب للتر، مش ينسب الى الملي لتر حتى. يعني نص لتر، ربع لتر، لتر الا ربع، حاجه زي كده. وبيبقى دم كبير، يعني دم كميه كبير. والعيان مش مجرد ما هينزف هيموت، يعني هو لازم يحصل حاجه اسمها تغير في الهيموداينامكس، في الحركيه الدمويه في الجسم. لازم دمه يعني يضعف تاثير، يعني يقل كميه الدم اللي في جسمه لدرجه انه حركه الدم جوه جسمه بتختل. بيحصل بقى هبوط حاد في الدوره الدمويه يؤدي في الاخر الى الوفاه. لكن مش مجرد انه نزف خلاص ساعتها هيموت في ساعتها، في اللحظه والتو والدقيقه يعني. الحاجه التانيه، هو بيبص في عينه فقال له خلاص كده مات. طبعا هو حكايه يعني هم بياخدوا جزء من المعلومه الفنانين والمخرجين، وما بيكملش المعلومه. لازم يكون هنا فحص العين عشان اشوف ده عايش ولا ميت. دي حاجه صح في الطب الشرعي وفي الطب فعلا. بس في حاجه اسمها دايليتد فيكسد بيوبل، ان حدقه العين او بؤبؤ العين بيوسع مع الاضاءه الخافته وبيقل مع او بيضيق مع الاضاءه الساطعه. الفتحه اللي جوه قطعين عينك بتوسع لما يكون الاضاءه ضعيفه، وبتضيق خالص لما يكون الاضاءه قويه. فالميت بيحصل عنده حاجه اسمها دايليتد فيكسد بيوبل. الحدقه او البؤبؤ ده، او اللي بيسموه انسان العين، وده تسميه غلط لان هي اسمها بالانجليزي بيوبل، ودي ترجمه كلمه بؤبؤ بالعربي. فبؤبؤ العين ده بيبقى واسع ولا يستجيب للضوء، ما بيضيقش لما احط له ضوء اضاءه ساطعه، ده يبقى العين ده مات. فلازم يكون عندي تورش او مصدر اضاءه قويه، كشاف قوي اوجهه على عينه واتاكد ان عينه فعلا ما بتستجيبش للضوء عشان اقول ان هو مات. الحاجه التانية يعني ما حاولوش يعملوا اي محاوله لانقاذه ولا بتاع ده، يعني برضه القصه دي يعني ايه. يعني هي ما فيش اي حاجه يعني ايه، يعني دراميا بس مش طبيا. طبعا زي ما قلت لك ان هو بعد النزيف ممكن عين يقعد يوم واثنين وثلاثه على بال ما يموت يعني. لأن لازم يدخل في هبوط في الدورة الدموية. ممكن طبعا يقعد ساعات او اقل من كده، بس ممكن يقعد ايام. وممكن يتلحق عادي حتى لو في نزيف. فمش مجرد ان هو طلع نقطتين دم من بقه يبقى كده مات.
هتقولي ما هو ما حبش يجيب دم كتير عشان الاطفال وبتاع، ما هو طبعا هو مطلع دم قدامي يعني، ومطلع باشا هتموت قدامي. فيعني كان المفروض يبقى الادق من كده انه يجيبه الاول بينزف لفتره، وبعد كده دخل في هبوط في الدوره الدمويه وبعد كده مات. يعني مراحل ورا بعضيها، مش مجرد ان هو ده هو كان لسه بيقول لهم انا حاسس بطعم الدم في بقي وبعدها بدقيقه واحده مات يعني. طبعا كل ده عشان بعد شويه يجيب المشهد اللي بعديه ان الدواء الفرنسي اللي هو كان السحر اللي هيحل المشكله وصل متاخر ب5 دقايق. طبعا ده شغل دراما يعني، مش شغل طبي خالص. هو قال لهم اي ام سوري I'm sorry. وبس على كده. يمكن شويه قدام شويه كده. هيجي بقى الوقت اللي هو ايه، العلاج الفرنسي بقى اللي كان متاخر، اللي وصل البليبتيد ده وصل متاخر 5 دقايق بس يعني. بس كده. هيجي بقى الراجل الكبير اللي معاه الدواء. هم الدم دول هم اللي موتوه. بص بقى، ده بقى المشهد التقليدي في كل الافلام المصريه، ده انتوا عاملين الانبوبه وتتكسر. فيعني نحاول يعني نحترم المشاهد شويه، ما يبقاش احنا في الاخر ما هواش مسلسل طبي، لكن نحترم ان هو يبقى فيه حاجه من المعلومه الطبيه السليمه يعني. ماشي.